جاهز تشوف موبايل ب60,000 جنيه وهو بيتبهدل قدام الكاميرا اللي اوبو قالت عليه وحش؟ تعال نشوفه وهو بيصرخ تحت التعذيب. اول اختبار، رمينا الموبايل ده في الميه 30 دقيقه تصوير فيديو بدل 30 ثانيه. للاسف الموبايل هنا خذلنا وطلعناه لقيناه شغال وبيسجل كمان. تمام لحد هنا. عملنا اختبار اقوى بكتير، دخلناه غساله الاطباق تحت ضغط وحراره وبخار عالي جدا، ولما خرج الموبايل كان سخن جدا، بس الموبايل كان شغال ومش متاثر باي حاجه. اي نعم كان في شويه تبخير كده في العدسات، بس التبخير ده طبعا شويه وهيروح، مش هيفضل كده على طول، وده اي موبايل ما يقدرش يستحمله. نيجي بقى للسكراتش وقوه الهاتف ضد الخدوش. الاطار بتاعه الومنيوم معدن، وطبعا لازم اي اطار معدن لما نيجي نخدشه بآلة حاده لازم يتخدش، ولكن بيفضل قوي زي ما هو. اما عن تجربه الرمل والزلط مع الظهر والوش، طبعا كلنا عارفين ان الموبايل هنا جاي بقوه كورنينج غوريلا 7 اي على الشاشه، اللي طبعا موجوده في موبايلات اقل في السعر كتير. الشاشه اتاثرت بالرمل الخشن جدا وكانت واضحه. اما عن الظهر فكان قوي جدا، اتخدش بس مع مسحه بالايد الخدوش راحت ولا كانه اتخربش. بس الحقيقه يتقال الموبايل جامد جدا في التحمل ومستحيل يتني. جربنا نتني الهاتف ده بشتى الطرق، مستحيل يتني، وده دليل ان اوبو بتعمل موبايلات قويه جدا تعيش معاك عمر. طبعا بنعمل الاختبارات دي كلها عشان نثبت لك قد ايه الموبايل ده هيعيش معاك فتره طويله من غير ما يتاثر. الخلاصه، وحش اوبو جديد مش طلع قد تدميره بس، ده طلع قد الشياكه كمان.